أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا وقت صلاة الجمعة الجميل دوت لازم تكوني مفتحة كده الشبابيك، مفتحة البلكونة بتاعتك، وكمان لو تشغلي عود بخور كده يا سلام على الراحة والجمال اللي بتكون في البيت مع صوت الأذان بره، صوت الخطبة. بجد جو حلو جدا. يوم الجمعة ده طبعا من أفضل الأيام، فيعني بجد استمتعوا بيوم الجمعة. زي ما انتوا شايفين كده أنا عندي غسيل في البلكونة عايزة أدخل أشيله، ونشوف بقى اليوم هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى كنت داخله اعمل زبادي. على فكره الحاجات دي انا عملتها قبل صلاه الجمعه، يعني عملت الزبادي وشلتها في الفرن وعملت الفطار وفطرنا قبل صلاه الجمعه. تمام كده، بس انا حبيت ابدا معاكم الفيديو بصلاه الجمعه كده والاذان عشان يبقى الفيديو كده حلو مبهج ليكم. طبعا الزبادي سهله جدا في عملها. بجيب كيلو لبن بحطه كده في الخلاط، وانا بحب اصفيه عشان اطلع منه القشطه بصراحه، لان انا بحس ان الزبادي لما اعملها بلبن متصفي من غير قشطه تبقى احلى كتير. باحط كده زي ما انتم شايفين، بيبقى مثلا حسب اللبن لما بيتغلي طبعا بيقل شويه، فعشان بطلع القشطه وكده فتقريبا بيبقى 900 ملي. وبحط عليه كوبايه الزبادي دي. احسن حاجه انك تجيبوا علبه زبادي كويسه، يعني مثلا ما تجيبوش علبه زبادي جهينه، ما بتبقاش حلوه خالص في الزبادي انك تعمليها في البيت. عندك يا تجيبي المراعي يا تجيبي نستله، الاتنين دول حلوين جدا في الزبادي، بيطلعوا نتيجه تحفه. وبضربهم في الخلاط كده مع بعض ضربتين، وبحط بقى الكوبايات في الصينيه. وطبعا انا بكون مشغله الفرن قبليها ب5 دقايق، يعني الفرن كده يبقى سخن شويه. وبكون طبعا بغلي ميه عشان احط ميه في الصينيه اللي انا بحط فيها الكوبايات دي. زي ما انتم شايفين بعمل الكيلو تقريبا على 6 كوبايات او 7 كوبايات، لان انا بعمل كوبايات بملاها تبقى كوبايه كده حلوه كبيره. لو هتعملي كوبايات صغيره او تعملي مثلا انصاص هتبقى مثلا 8 كوبايات معاكي الكيلو. فعلى حسب اللي انت عايزاه، عايزه كوبايات مليانه ممكن تعمل معاكي 6، عايزه كوبايات اقل شويه تعمل معاكي 8. فاللي انت حباه واللي انت عايزه تعمليه. ده بقى الفطار بتاعنا بتاع يوم الجمعه. طبعا يوم الجمعه دايما بيبقى الفطار بتاعه متين شويه، غير باقي الايام ممكن تاخدي لك سندوتش مع كوبايه شاي بلبن، قرصه، فطيره، حاجات كده سريعه. انما يوم الجمعه لازم تعملي بقى فطار بقى فول، طعميه، بتنجان، بطاطس محمره، فلفل مقلي، بيض، الحاجات دي كلها. بس اليوم ده انا ما عملتش بيض، اكتفيت ان انا عامله فول وطعميه وبتنجان وجبنه بطماطم. ده على فكره كان مشي كمان بطماطم، فكان تحفه جدا. وطبعا مج الشاي ده بتاعي انا لازم اشرب شاي في الفطار، لازم جنب الفطار اشرب كوبايه شاي، ده حاجه اساسيه في يومي. المهم بقى فطرنا والحمد لله. كنت عايزه اوريكم كده الهديه اللي جات لي دي. طبعا انتوا عارفين ان انا قاعده في اسكندريه، بس كانت سلفتي بتصيف في مطروح فجابت لي الحاجات دي من هناك. جابت صراحه للعيله كلها يعني. جابت لنا كده كيس النعناع ده التحفه ده، مش عايزه اقول لكم على ريحته وطعمه، يعني خطير بجد غير اي نعناع انا دقته قبل كده. طعمه مميز جدا وقوي جدا، ريحته قويه قوي. فبصراحه يتعمل كده، يتحط على كوبايه الشاي بقى، يتحط على اي حاجه انت بتحبيها بالنعناع، حاجه تحفه. وجابت لي طبعا اللب الابيض ده انا بعشقه، وكمان طعمه تحفه جدا، من محمصه النصر طبعا مشهوره جدا في مطروح. واللب طعمه تحفه، يعني حاجه كده طعمها مميز جدا والله بجد. يعني حاجه مطروح فعلا حاجات حلوه قوي. وطبعا يعني كتر خيرها ان هي افتكرتنا وهي في مصيف وبتصيف وكده، ان هي افتكرت الناس كلها وجابت لهم الحاجات الحلوه دي. يعني ربنا يكرمها ويبارك لها يا رب. فانا حبيت كده اوريكم الحاجه دي عشان الناس اللي هتروح تصيف في مطروح او مثلا ناويين يزوروا مطروح لازم تجيبوا الحاجات دي بجد، هيفوتكم كتير لو ما جبتوش النعناع ده واي حاجه من محمصه النصر. انا بقفل الكيس بقى كويس كده عشان اللب نفسه ما يرطبش. طبعا هو كان مليان الكيس، بس اول ما جه طبعا اكلنا منه ما استنيناش، بعد كده قلت اصوره لكم. بعد كده بقى دخلت عملت الغدا، ما حبيتش ان انا اصوره معاكم بصراحه، لان عملت اكل بسيط جدا فمش مستاهل يعني ان انا اصور وكده، اكيد طبعا كلكم شطار. عملت كده كفته، كنت شويها في الفرن على فكره، ما كنتش عاملاها على الجريل ولا حاجه. وعملت رز اللي هو بالبهارات، الرز الاصفر ده بالكاري والكركم وكده، وسلطه وطحينه وبس على كده، وكان حلو جدا والله تحفه. طبعا انا رصيت الكفته في صينيه وحطيتها في الفرن، شغلت عليها الاول من تحت شويه، ولما كده استوت وخدت لون شغلت الشوايه عليها كده دقيقتين 3 بحيث انها تاخد لون من الوش كمان. لو عندك مروحه في الفرن شغلي المروحه، ما تشغليش بقى الشوايه، لان المروحه هتقلب السخونيه في الفرن كله، مش هيحتاج شوايه. وده كان الغدا بتاعنا، عملته كده سريع وبسيط عشان انا كنت نازله بعد الغدا. نزلت كده
تعالوا بقى كده شوفوا انا بعمل ايه في الوقت اللي انا بخطفه لنفسي في اليوم. فنجان القهوه اللذيذ واي حاجه حلوه، اي بسكوت عندك، اي حاجه. ده الوقت اللي انا بخطفه لنفسي حتى لو 10 دقايق في اليوم، بجد بيفرق معايا جدا. فخليه كده. على فكره انا شربت وش القهوه بس ايه، هكملها. عايزه بس اوريكم حاجات كده انا اشتريتها. طبعا انتوا عارفين ان انا كان بقالي فتره مش موجوده في البيت. لما رجعت كده كنت محتاجه شويه حاجات، شويه حاجات بسيطه يعني. نزلت جبتها. بصوا الليفه دي، طبعا دي ليفه استحمام. انا عن نفسي ما بقتش احب خالص الليف اللي هو كان طويل بتاع زمان ده، عارفينه الطويل ده واللي احنا بنجيبه ونقصه كده. ما بقتش احبه خالص، فبقيت احب النوع ده على طول. هو اي نعم ما بيستحملش قوي زي التاني، ما بيقعدش فتره طويله زي التاني، بس ده احلى في مسكه الايد تتحكمي فيه. ولقيت دي حلوه ان هي من ناحيتين، يعني الوش ده والوش ده. تمام، فحلو قوي. وكان سعرها دي 27 جنيه. تمام. جبت كمان الاسبونش ده بتاع الحلل، طبعا السيراميك والتيفال والحاجات دي. انا بجيب الاسبونش ده، طبعا دول كانوا 3 عرض مع بعض بس طلعت منهم واحده. انا بجيب الاسبونش ده او الليف ده للمواعين العاديه، اطباق بقى وحاجات زي كده، انما او حلل استانلس. تمام. انما اي حاجه تيفال حاجه سيراميك بستخدم لها الاسبونش ده. تمام، بيبقى كده ناعم شويه عليه. فوط المطبخ القمر دول كانوا عسل قوي، شكلهم كده لذيذ والوانهم حلو قوي. بص الوانهم، يعني اللون اللي هو المنت، الموف، لبني، بامبي، اصفر، الوانهم حلوه ومبهجه قوي. وكان سعرهم 25 جنيه. تمام، فحلوين قوي. اي نعم الخامه بتاعتهم مش تقيله، هو مجرد بس تنشف فيهم ايدك، يعني خامتها مش اللي هي بتاعه تنظيف وكده تقيله، لا دي بتاعه انت تنشف فيها ايدك بس. تمام، هي خفيفه كده وناعمه جدا، فحلوه لتنشيف الايد. فبالنسبه لان هما 5 فوط ب25 جنيه، يعني الفوطه ب5 جنيه، فحلو قوي. تمام. جبت كمان الشاليمو ده بتاع الاطفال، يعني لو اطفالك بيعذبوكي بقى في شرب مثلا عصير، شرب لبن، الحاجات دي كلها. فالشاليمو ده بيبقى اشكال كده حلوه، بيشجعهم ان هم يشربوا الحاجه. انت مثلا ممكن تخلي الاطفال عندك تخليهم هم يختاروا الشكل، مثلا لو انت عايزه تشربيهم حاجه ومش عايزين يشربوها تشجعيهم، مثلا قول لهم تعالى اختار الشكل اللي انت عايز تختاره. في لو بنوته ممكن تديها شكل عروسه البحر ده، في قلب، في كمان الباندا ده، وفي شكل اهو كمان تقريبا خروف. والوانهم حلوه ومبهجه قوي، شايفين؟ فهيشجعوا الاطفال ان هم يشربوا اي حاجه، يعني ربنا يهديهم. تمام. الكيس ده كان على بعض تقريبا كان ب20 جنيه على ما اعتقد، يعني تهيألي. جبت طبعا صابونه جريسلين دي بالعسل لكل انواع البشره والحساسه كمان، لان انا بعاني من حساسيه جيوب انفيه. فالدكتور منعني من اي غسول احطه على بشرتي، فقال لي ان انا استخدم الصابون الجريسلين ده بس. فاي حد بيعاني من حساسيه جيوب انفيه، الصابون ده تحفه جدا، حلو جدا للبشره، بيخليها كده صافيه وناعمه، يعني ما فيهوش اي ريحه خالص. جبت بقى الحبال دي للبلكونه، لان الحبال اللي هي التانية بتتقطع بسرعه جدا وبتدوب مع الشمس. فجبت الحبال دي، فهجربها بصراحه، مش عارفه هتبقى كويسه ولا لا، بس اعتقد ان هي مش هتتقطع بسرعه، لان زي ما انتم شايفينها خامتها زي ما تكون حديد ومتغلف كده بحاجه بلاستيك. تمام. جبت الاتنين دول، هجربهم كده في البلكونه واوريها لكم ان شاء الله. عايزه اقول لكم القهوه دي بتخليني اكمل يومي. جبت بقى اخر حاجه رينول ده مزيل الاصعب الدهون، ده 8 في 1. كان عندي الاول ماكسي بتاع تنظيف الافران والبوتاجازات وكده، وكان كويس جدا، بس لقيت النوع دوت جديد فحبيت ان انا اجربه بصراحه، لان ده 8 في 1، لانه بينفع كمان لحاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين: افران، بوتاجاز، شفاط، مراوح، شوايات، اسطح مطابخ، اسطح حمامات، مواتير سيارات، يعني بينفع حاجات كتير. فحسيت ان هو كويس. ولقيت كمان في السوبر ماركت هناك الراجل بصراحه شكر لي فيه قوي، قال لي النوع ده كويس جدا واحسن من ماكسي كمان، على الرغم ان الاتنين سعر واحد، يعني ما كانش فيه اختلاف في السعر، بس قال لي ان المنتج ده احسن. فهجربه ان شاء الله واقول لكم كده تجربتي معاه. بس كده الحاجات اللي انا جبتها، هي طبعا شويه حاجات بسيطه، بس بما انكم شاركتوني اليوم فقلت اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده. ما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناه، وتعالي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي، في حفظ الله.